هالشعور بتنام وانت مسرور. بكرة بكير رح ننام مع العصافير ونبدأ عملنا التطوعي في جروب أنس وحنين. ما أحلاها كيف رح تصير جنة حلوة كتير كتير. يا سلام، ما صدقت عيوني لما شفت جروب أنس وحنين اللي عملناه في كل هالأصحاب، ما شاء الله عنهم صبايا وشباب جايين يساعدونا اليوم تنظف حديقتنا. من كل البلد جايين تيساعدونا بكرة، وهي أصدقائنا جايين تيساعدونا اليوم في حديقة راس العين. شو هالجروب والمبادرة؟ مبادرة إيدي بإيدك تنجملك يا بلدنا وحديقتنا. بس أنس ما كان متشجع لهالفكرة. Give me 5. تعالي خدي 5. أما شوفوا ما أحلاها الأمانة. شو بتعمل في الحدائق؟ بتحط فيها مزروعات، شتلات، كراسي، ملاعب، وبيحطوا لنا كمان فيها مكتبات عامة عشان مرة نلعب ومرة نقرأ، وكل هاي الأشياء ممتلكات عامة ولازم نحافظ عليها. راح تصير من بكرة حارتنا تصير أحلى حارة نسعد فيها كبير وصغير. راح تصير من بكرة حارتنا تصير أحلى حارة نسعد فيها كبير وصغير. بكرة بكير. وهلأ بدي أنام وأحلم إنه حارتنا صارت أحلى. هلأ بدي أنام وأحلم إنه حارتنا صارت أحلى. هلأ بدي أنام وأحلم إنه حارتنا صارت أحلى. ما أحلاها حديقتنا في راس العين. هلأ بدي أنام وأحلم. ما يطلع خيط الفجر راح أخربطها وراح أقلب عليها وأعطيها وأخربها. طبعا بقدر، ليش ما بقدر. أنا حر. الساحة من هالساعة اسمها ساحة الزعيم. هذا الشارع من هاللحظة اسمه شارع الزعيم. ما في حديقة، لا ما في حديقة شوف تنفعني هالحديقة. بدي ساحة أعمل فيها ألعابي واستعراضاتي، ألعب فيها أنا وعقلاتي. لا ما في حديقة. طبعا بقدر، ليش ما بقدر. أنا حر. أنا حر. أنا خربوط. أنا حر. هاي الحاوية بدي أعملها مخزن خاص وأحط فيها كل أغراضي. هاي الحاوية الثانية بدي أعملها عرباية خاصة تحت أمري. واللي بده يدخل على الحارة لازم يستأذني وياخد مني إذن. يعني بدي خليه يدفع بالخاوة وأحصل إنه مصاري. وهذا اللون الأصفر لوني، وبدي أدهن شو ما بدي. يعني الرصيف لازم يكون مدهون، بس أنا بعرف مين هي سوسة ومين بده يخرب علي الحي تبعي. انتوا بتعرفوا مين؟ انتوا بتعرفوا مين؟ أنس وحنين ولاد عمان المثقفين. بس على مين؟ ولا حتى يحلموا فيها. أنا اللعيب، ويا فيها ويا بخفيها. خليكم معي. ويا لعيب ويا خريب، يا لعيب ويا خريب، يا لعيب ويا خريب، ويا لعيب ويا خريب.
الكل بيتعاون في حارة الطيبين. محلاها حارتنا حارة الطيبين. الكل بيتعاون في حارة الطيبين لحتى نجملها. حارة الطيبين نعمل فيها حديقة فيها فل وياسمين. يا حارة الطيبين. يا حارة الطيبين. وننظف الساحة في حارة الطيبين. وندهن الرصيف نكتب العناوين. وننظف الساحة في حارة الطيبين. وندهن الرصيف. نكتب العناوين. هاي الفكرة حلوة. منا احنا الاثنين. هو اسمه أنس. وهي اسمها حنين. هو اسمه أنس. وهي اسمها حنين. يا حارة الطيبين والناس الطيبين. يا حارة الطيبين والناس الطيبين. بيك انولدنا. يا حارة الطيبين وكبرنا ولعبنا. يا حارة الطيبين. يا حارة الطيبين. محلاها. محلاها حديقتنا لما بنرتبها كيف بتصير. صباح الخير عليكم يا أهل الحي والحديقة. والادوات كلها وين؟ جاهزه. شايف كل شيء مرخبط. مين شو ملخبط هذا؟ كل شيء هون؟ حارة ايه؟ راس العين. حديقة راس العين. ماني زبطتهم. كانت هيك قبل شوي. خربطها حديقة خربوط وحارة خربوط. هيك وعمل ايش هون؟ طلع كان حي خربوط وهون كان شارع خربوط. شفت؟ خربوط مين مخربط كل شيء هون؟ هون مش احنا رتبنا الادوات عشان نشتغل فيها؟ طبعا رتبناها من امبارح الليل مع الجروب والاطفال. ابصر مين بده يخرب علينا مشروعنا ومبادرتنا. شو هذا الحاجز؟ تعال نشيله. يلا. ممنوع الدخول. هذه منطقة الزعيم. منطقة الزعيم؟ ايوه منطقة الزعيم. ما ترديش، يلا نبلش شغل. ايدك وصل لك كل ما ايدك. اوف 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 اوف. ممكن توريني حالك؟ يا سلام. ليش بتخبي يا شجاع؟ انا مش خايف ولا بخاف، انا زعيم الحارة هون. هذا عندي خلاص القول، مين اللي بيقول لي لا بحكم على حاله من وين. ول مش معقول، ول مش معقول. لا معقول ومش مصدق، جرب وجرب. ول مش معقول، ول مش معقول. بدكوا تروحوا
ولا لا؟ أنا برأيي نشاور أصحابنا اليوم اللي أجوا معنا في المبادرة. إذا نصحونا نروح بنروح العمل جماعي. نروح. شو رأيكم نروح؟ نروح ولا يا عم نتحدى؟ نروح بلاش. نتحدى، سمعونا. نتحدى؟ شفنا الصبايا، نشوف الشباب بل كان عندهم رأي تاني. نتحدى؟ أكيد؟ نتحدى؟ وانتو معنا؟ نتحدى؟ اوكي نتحدى، نشوف شو بده يصير. شو يعني نتحدى؟ أنا برأيي بلاش مشاكل، شكله عصبي هالزعيم. شو زعيم وما زعيم؟ قال زعيم، قال بلا زعيم بلا لا خرابيط. تقولي خرابيط. لا خرابيط، وانت واحد مش مزبوط. لا أنا واحد مزبوط. لا مش مزبوط ومخربط وبتحكي خرابيط وكل شيء مخربط عندك وبتبلش تخربط في الحارة والحي. يعني زي ما كانت ستي تقول ما بيطلع بيدك شيء وشايف حالك على الفاضي وعلى راسك ريشة. أنا اللي بيطلع لي أخلي هذا يحل بالبقلة أنا، لأني لا بدي فيه لا رصيف ولا مزروعات ولا حاويات ولا كراسي. يا سلم. وليش ما بدك؟ لأني بكره كلمة نظيف ورتابة ورتيب. بكره كلمة نظافة ونظيف. ليش؟ لأنه هذا الترتيب بيزعجني. وهيك الخربطة بتصير فيها الحياة فصفص نصنص سسبنس ومغامرات. بصير فيها سسبنس ومغامرات. والتخريب هذا منيح يعني. طيب شوف ما أحلى، شوف رصيفنا لما يكون مدهون. تفضل بالأصفر والأسود. يعني بيكونش رصيف لما يكون مش مدهون. ضحكت يا باي، مع اني بحب اللونين الاصفر والاسود. طيب انت عارف ليش هم بالاصفر والاسود؟ طبعا يا فصيحة. لانه امانة عمان ما اعطتكم غيره. تفضل. حتى ما بيعرف ليش هو مدهون بالاصفر والاسود. هسا بتعرف انه اعطتنا غيره وليش بندهن. جاوبه. لأنه يا فصيح اللون الأصفر والأسود يعني ممنوع السيارات تصف هون. في ساحة فاضية بأول الحي بدنا نفرشها ونظبطها ونخليها منطقة لوقوف كل سيارات الحي. لأنه السيارات بين البيوت بتزعج السكان وبتلوث كمان البيئة. وأنا بحب الإزعاج. يا سلام، بتحب الإزعاج؟ طيب اسمع، أعطينا الشتلات اللي هنا. شتلات. شوفوا عمركم شفتوا إشي زي هيك من قبل؟ نصب تذكاري ولا نصب عزيز أبو غزالة. أصلاً اسمع أنت، أصلاً أنا فنان وأبوي فنان وأمي فنانة وأخوي فنان وابن عمتي فنان وابن خالتي فنان وكلهم فنانين. أصلاً الفنان بيكون حساس وبحب الجمال. طيب إيش يا حبيبي؟ فنان بيكون